من لحظات إطلاق النار إلى هذه اللحظات اللي تعرض فيها سبيد لهجوم عنيف. اليوم راح نشوف سترايمرز كانوا على بعد لحظات من الموت أثناء البث المباشر. أنا سلوف، ما تنسوا لايك والاشتراك، ويلا خلنا نبدأ. وراح نبدأ من لقطة آشو سبيد اللي بكل مكان حرفيا قاعد يورط نفسه. سبيد في يوم من الأيام راح قريب الإهرامات عشان يصور فلوج، لكنه لما صعد على سطح أحد المنازل كان راح يودع الملاعب حرفيا. Oh my god! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Habibi! Shit happens. Shit happens. You okay? Yes. That good. You alright? I'm a doctor. Don't worry. سبيد لحقه أصحابه بعكس جاك اللي كان على بعد لحظات من الموت. جاك في يوم من الأيام كان قاعد يجرب سيارة جديدة، وكان قاعد يسوق بسرعة جنونية في أحد الشوارع، لكنه فقد السيطرة فجأة على السيارة، وهذا اللي صار. Holy shit. Holy shit. Oh, Michael. No way. Oh my gosh. Michael, here. Michael. Do you have your film on that phone too? جاك بدل لا يطمن على أصحابه حط اللوم على السيارة وطلب إنهم يكملون تصوير عشان يوثق هذا الموقف، لكن الموقف اللي وثقه سبيد صدم متابعينه حرفيا. في يوم كان سبيد قاعد يصور فلوج في حديقة حيوانات في الهند، فقرر انه يتصور مع بعض الحيوانات، وكان كل شيء طبيعي تقريبا، لكن الثعبان كان له رأي آخر. أصحابه ما صدقوا سبيد أبدا، لكن لما راجعوا اللقطات هذا اللي شافوه. سبيد لحق نفسه بعكس كان في اللي كان راح يودع الملاعب. كان في قاعد يصور مع أصحابه وهم قاعدين يبثون في السيارة، وفجأة صار في إطلاق نار خطير عليهم. Single week? What are you talking about? My KCIP is $5. Fuck you talk about? What the heck? وبعدها انطلقوا بالسيارة من المكان ونجوا من هذا الهجوم بإعجوبة، تماما زي هذا الموقف اللي صار مع تامر. تامر كان قاعد يبث ويحتفل بيوم تخرجه، لكنه صار في إطلاق نار فجأة أثناء البث المباشر. تحول الفرح لرعب كبير، والكل كان يحاول النجاة من هذا الموقف الخطير، لكن الأخطر هي النكبات اللي قاعد يسويها آشو سبيد. هذا الموقف صار لما راح اليابان وقرر انه يسوق سيارة بدون ما يعرف اصلا كيف تعمل هذه السيارة، ففقد السيطرة على السيارة، وهذا اللي صار. Wait, hold on, stop! سبيد كان محظوظ ونجا من هذه الحادثة بدون أي إصابة، لكنه بعد يومين حصل اللي ما كان يتوقعه. كان سبيد قاعد وفجأة مرت هذه الامرأة واللي كان معاها كلب، فسبيد كان فضولي بزيادة وقرر أنه يستفز هذا الكلب. Oh shit! Oh, you fucking bit me! Oh shit! He fucking bit me! الحمد لله الكلب ما طلع مسعور،
وإلا كان راح يودع الملاعب. لكن مع هذا السترايمرز كانت الأمور حرفيا راح تخرج عن السيطرة. هذا السترايمر كان قاعد يسبب إزعاج وفوضى بالمنطقة، واتضح أنه هذه المنطقة تابعة لواحدة من أكبر العصابات بالمكسيك. وفجأة جاء رجل كبير بالسن وطلب منه أنه يغادر المكان فورا. Hi. I'm getting about 30 calls about you on my phone, and I'm a gangster, so you better fucking leave here right now before there's trouble with yourself. You understand that? You're fucking with the mob over here. You better leave now. Got it? I apologize. You better leave now. What's going on? The sooner you leave, the better. Okay. I will be gone then. I will be You're gone. not gone yet. As soon as you go, you better go I will now. be gone. واضح الخوف على هذا السترايمر لمن عرف اسم العصابة، لكن مع كاي سنات المسكين اللي ما كان يعرف شو اللي قاعد يصير ورا ظهره. Y'all got a helicopter surrounding my house, bro! تم اقتحام منزله من قبل الشرطة وقاموا بمحاصرة البيت بالكامل، حتى انهم استخدموا مروحية بهذا الهجوم. Yo, production, can y'all show the helicopter in the sky? Can anybody in production show the helicopter in the sky? Y'all got a helicopter surrounding my house, bro! تبين بالأخير أنه كان عبارة عن بلاغ كاذب، فالحمد لله أنه كاسنيت ما قاوم الشرطة وإلا كان راح يروح فيها. لكن مع سبيد الموت ظل يطارده في كل مكان حرفيا. سبيد كان قاعد يصور في تشيلي، لكن فجأة شخص مجهول أطلق النار مباشرة على سيارة سبيد. What the f is happening, bro? What is happening, bro? Bro, what the f is happening? Yo, get off the road and go, driver. Get the f out of here. Go, my go, go. Just go! You wanted to chuck me, you know. Oh, hell no, bro. Chad, I love y'all. Chili, I love y'all. Manzana Verde, green apples. Bye-bye. بعدها سبيد أغلق البث وخرج من المكان مباشرة. إذا وصلتوا معي للنهاية ما تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.